السلام عليكم. شكرا يعني بجد المره دي انا جاي اقول شكرا من قلبي على الدعم اللي على اخر فيديوهات. يعني ايه العسل اللي انتوا فيه ده غير ان قناه القصه كمان القصتين اللي نزلوا عليهم دعم رهيب. عشان كده في قصه ثالثه نزلت دلوقتي، وان شاء الله عايزين نثبت الحوار ده بقى، فاهم؟ خلاص انت اعرف كده يوم الجمعه الساعه 8 تقدر تشوف احمد عبود بتاع الرياكت، وتقدر تشوف احمد عبود بتاع قناه القصه. مش هنرميها في المطلق المره دي ونقول ما تنساش تدعي لاخواتك بالنصر، لا تنساش تدعي لفلسطين بالنصر، واللبنان بالنصر، وللسودان بالنصر. والله بقيت دايما مستحضر الجمله بتاع حسن حسني في فيلم بتاع ليله سقوط بغداد لما قال ايه؟ بص بقى، سيب القوس مفتوح، محدش عارف مين اللي هيدخل تاني. كان كل شويه يروح للعيال الطلبه اللي هم بيعملوا مظاهرات ويقول لهم افتح القوس زود فلسطين، وبعدين يرجع يفتح القوس ويزود بتاع. حضرة الناظر احنا عايزين نعمل يافطة. بقول لك ايه، افتح القوس وزود ايران، خلصنا. افتح القوس وزود سوريا. فربنا يسترها والقوس ده بقى يقفل او يتمسح كل اللي فيه، لان بجد الواحد مش عارف هو يعني المفروض ايه اللي يحصل او ايه. خلاص بقى حالة من العجز التفكيري كده مفيش. بس برضو مش هننسى ان احنا ندعي لاخواتنا بالنصر، وندعي لابويا بالرحمة وعزيز الصديق. طيب بسم الله. وانا بقلب في التيك توك وبلم المنشنز بتاعتكم وكده، اتفاجئت ان في شاب كنا علقنا عليه كان جايب ارنب ماسكه من ودانه، قال لصاحبه امسك الارنب ده قول له انا اسف. المهم تقريبا يعني ما بقاش في ارانب، او الاسعار انت عارفين الدنيا في الحديد يعني، فبقى يجيب ازاز فاضيه ويعمل بيها محتوى. فتعالوا نعدوا على المحتوى بتاعه وبعدين نعدي على المنشن بتاعتكم. اعمل لايك ويلا نشوف. امسك اللزاق كده، ارميها على الارض. ده كده مبدئيا انت تدخل على الاكونت بتاعه، كل فيديو ليه لازم في ازازه بتتكسر. امسك اللزاق كده، ارميها على الارض. 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 اتكسرت. قول لها انا اسف ياما. انا اسف ياما. اسف يا امه. انا اسف ياما. تقريبا ما كانش يعرف ان امه ازازه او اتفاجئ ان هو ابن الازازه يطلع. مش انا قلت حرام. انا قلت بص الكلام لما تلاقي الكلام كده تعرف ان كان في مخ مدي اوامر بحاجات، بس يعني بلحقها. يعني انت ابن ازازه. انا اسف ياما. انا ماليش غيرك ياما. انا ماليش غيرك ياما. اتصلحت؟ لا. يوم ما تكسرش بقلب امك وتيجي توجع على الباب وتقول لها انا اسف. أمي يا غالية أنت جنة في السماء طلعتي راجل. ده ببقي والله. بس يعني تخيل انت كل دروس الحياه ما تعلمكش تبقى حنين مع امك، الا بقى لما تشوف فيديو وتكتشف ان امك ازازه مكسوره، فساعتها بقى تحن على امك. امسك اللزاق كده، ارميها على الارض. اديك كسرته، قول له انت صاحبي ناقص. انت صاحبي نار. انت صاحبي مش جدع. انت صاحبي مش جدع. صلح. لا عشان الصحاب دي كلها مش جدعان. كنت فاكرك مني وقت شدة لاقيك شايل. هو مش معنى اللي هو قاله ده ان امه صاحبه اللي اتكسرت وما اتصلحتش عشان برضه هي مش من الامهات الجدع يعني. انت فاهمني؟ يعني المفروض ان ده اتكسر وما تصلحش عشان هو ناقص. طب امه اتكسرت وما اتصلحتش يا معلم، صباح الفل. من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. صدق الله العظيم. ايه؟ صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. لقد كفر ربنا. انا مخي مش مرندر اللي سمعه والله بجد. يعني ده مش حديث حتى، يعني مش حديث نبوي فاختلط بيك الامر وفكرته آية من القرآن. ده مثل. ده زي يجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش، حاجة كده. اللي من تدخل فيما لا يرضيه يعنيه سمع ما لا يرضيه. صدق الله. يا نهار ازرق. التنين دوست ستارت وحدفت جسمي انا طرطرت على وش خصمي. يا معلم يا صاحبي يا نجم يا بوب يا كابتن يا ريس، مش للدرجه دي. مش للدرجه دي بجد. يعني انت مبدئيا نقيت اغنيه بنت عار على عار على من كتبها حرفيا. يقول لك دوست ستارت ومش عارف عملت ايه في اسمي، انا اتنيلت على وش خصمي. هو غلط وعمل، هو ما كانش في وعي وهو بيكتب كده، قوم انت تمثلها.
دوست ستارت وحدفت جسمي على طرطرت. يعني حتى لو ماسك ازازه ولا بتتنال على دماغك، انت عارض نفسك للناس انك بتسترط على وش جسمي، يعني لا. وش خصمي واستعبطت وكتبت اسمي بدمه على الحيطة والكومنت يا فخدتي مش عارف، يعني انا كان عندي امل في بكره، تقريبا هضطر انام واصحى بعد بكره. مش مضنت بس انت عادي، عيل شورت وكيوت وهدي اصرخ يا عبيد احنا مطرويه. طب انا افهم دلوقتي من والله ما هتكلم، واحد بدأ الفيديو بيسترطر على وش خصمه، هستناه في الاخر ينشف اللي استرطره؟ ما طبيعي هيبقى الفيديو كله عتا. اللي بعده شنو هذا؟ نزري الحاجات بقى اللي بتجيب لنا وجع الدماغ، اللي هو هقول كلمتين هسمع عنهم بقى ايه، انت بتغلط في السعوديه، انت بتيجي على شعب يا عمي انتوا على راسي، السعوديه فوق دماغي، وعلى قد المحبه بتيجي ايه. المهم ان انا يعني لما عاجبك قوي معناه ان انا بحبك قوي. انا راجل بحب السعوديه، فيها بيت الله الحرام ده يكفيني، فيها قبلتي، اما باجي اصلي بتجه ناحيه السعوديه، ما يرضنيش ولا اكون مبسوط وانا شايف المناظر دي. ده ما اعرفش بقى اذا كان موسم الرياض، اليوم الوطني، الحاجات اللي جدت على السعوديه والواحد مش عارف ليه اتوجدت اصلا. واحده لابسه مش لابسه حرفيا، يعني مبقيه حاجه بسيطه بس اكيد انت مش شايفها، ماسكه علم السعوديه. علم السعوديه ده مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، ماسكه العلم بايده والايد التانية بتعدل البتاع. الاخ بقى اللي بيصورها هو واضح انه سعودي، بدل ما يغير على اسم ربنا واسم النبي اللي ماسكهم في ايديها، بدل ما يغير على علم بلده اللي هو منظر مش حلو ان ده يبقى، لا نزري نزل لك مشش الركب يا بعيد. انا اللي اقول لك ما تطلعيش، انا نفسيتي تعبت، انا مش عايزه اطلع. لا انا مش عايزه اطلع. لا هتطلعي على اللايف. لا ما حدش له فيه. اطلع على اللايف انيل ايه؟ لا ما حدش له فيه، مالكيش دعوه بحد يابا. انا ما بطلعش غير لا مالكيش دعوه بحد يابا. ايه لا ده انفضيه بحاجه على دماغه فوقيه بجد والله. يا معلم مراتك بتقول لك بطلع بتشتم بس، ايه اللي لا مالكيش دعوه بحد؟ ايه ده؟ وانا فاهم طبعا ان التكبيس والشير بيزيد لما بيبقى الموضوع فيه ليونه شويه، بس هنا ما فيش حاجه ها ولا ده ما بيشوجكش؟ مالكش فيه. غور بره، اطلع بره اجري. انا مش قاعد في بيتكم، انا قاعد في الاستوديو بتاعي. لا اطلع من اللايف، انت هتشتغل نفسك. انت بتصدق بالله انا كنت هقفل بسبب وشك الكارف ده، بس والله لا كمل. اللي مش عاجبه اللايف ما يقعدش. لا هقعد بقى. اللايف مش عاجبني وانت مش عاجبني ووشك مش عاجبني، بس هقعد. مش دماغك بحد يابا. هو انا كيس جوافه قاعد جنبك؟ لا ده الموضوع بجد قوي، انا كنت فاهمهم في عبط بيحصل بقى، انما ده هي منهاره حرفيا. هو انا كيس جوافه قاعد جنبك؟ لو مش كيس جوافه سيبها تقوم تبعد عن السلبيات اللي جايه في وشها دي. كبرت دماغك، دول شويه ناس مريضه. ناس مريضه. انا فعلا ناس مريضه والله. ما هو ما يعملش اللي انت بتعمله ده غير حد مريض مبدئيا يعني. وكبرت دماغك بقى ازاي؟ هي واحده ست بتتشتم وفي ايديها ان هي تقوم، تجبرها ليه؟ لا اقعدي. تكبر دماغها ازاي يعني؟ ريحي دماغك. طب ما انا عايزه اريح دماغي واقوم. لا ما تقوميش، لا ما تقوميش. يا نهار ازرق، ما تقوميش. ما تقوميش. بيشتموكي ما تقوميش. ما تقوميش. ما جايز في الشتيمتين دول واحد يخبطنا اسد مثلا، فلا ما تقوميش. بس ما تقوميش من لايفك، لايفك وانت حره فيه يا نجم. ما هي لو لايفها وهي حره فيه زي ما انت بتقول، فهي من حريتها ان هي تقوم. انت ليه تغصبها؟ ليه لا ما تقوميش ما تقومي او ايه اللي ما تقوميش؟ بيبقى حرام عليك، واقسم بالله حرام عليك. اللي عايز يقعد اهلا وسهلا، اللي مش عايز يقعد يابا قفل التعليقات مش هيعمل حاجه، ما انت لما هتفتحها يخشوا يشتموا. ما يعملش. ارتاحي شويه من التعليقات، ريحي. طب ما انا عايزه اقوم عشان اريح من التعليقات وارتاح. عايزه تقومي يعني من اللايف؟ افتح التعليقات واقعد انت اتكلم مع الناس وسيبنا انا اقوم. يبقى انت كده مشيتي كلام فلفل عليا يا عم. انا مالي ومال فلفل؟ فلفل مين وخرم ايه؟ طيب ماشي، يلا قومي يا حبيبي.
يلا السلام. انا نفسيتي تعبت من الشتايم، انت ما بيجيش شتايم في عرضك وفي شرفك. طب يلا عشان انت راجل، انا اللي بشتك. لا استني انت غلبانه خالص. يعني ايه ما بيجيش شتايم في عرضه وشرفه؟ عشان انت راجل. ما هو بصي، لو هو راجل فلما انت تتشتمي يبقى بيجي شتايم في عرضه وشرفه، انما لما يبقى الشتايم اللي في عرضك وشرفك ما تخصهوش يبقى هو مش راجل. ده المنطق بقى. طب يلا قومي بالسلامه. يلا حبيبي. يعني عشان بقول لك عايزه اقوم عشان رايح اعصابي ونفسيتي تقول لي مشيتي كلام فلفل عليا؟ يلا يا فلفل مين وخرا مين؟ انت اللي مديله اكبر من حقه، وانت اللي سامح له انه يشتمنا ويغلط فينا. طيب انا اللي مسامح له ولا انت اللي بربري وخايفه منه؟ خايفه منه؟ يا رجولتك يا اخي. والله يا رجولتك، يا رجولتك. وانت بتقول لمراتك انت خايفه منه. انا مش خايفه منه، نفسيتي تعبت، ما تخلي عندك احساس شويه. طيب كبسوا يا جماعه وشيروا اللايف. كبسوا يا اخواتي وشيروا اللايف. بجد كبسوا وشيروا اللايف. كان في بني ادم هنا جنبي لحم ودم دلوقتي انهارت عشان اتشتمت واتهانت بسبب ان انا قاعد. بس مش مهم. كبسوا وشيروا اللايف. كبسوا يا اخواتي وشيروا اللايف وصلوا على النبي. كلامك مشى وهي فلفل، اي خدمه. مراتي مشت كلامك. تمام يا عم. خربت بيت. اصل انا بعد ما قلت في اللايف مراتي مشت كلام راجل تاني مش هتعيش معايا لحظه بعد كده. انتهت. هي ليه الشتيمه حرام؟ بجد والله يعني استغفر الله العظيم. بس بجد في اللحظات دي الواحد بيبقى بيتمنى الشتيمه تبقى متاحه، ما تبقاش حرام، عشان ياخد حريه، يعرف يتكلم. زعلش يا فلفل، اي خدمه يا عم. مراتي ماشي الكلام عليك، خربت بقى، مش هتقعد على ذمتي تاني عشان بعد ما انا قلت ان مراتي ماشي الكلام عليك. مراتك ماشي الكلام مين يا اسطى؟ بقى عيل تافه مريض زي ما انت قلت قاعد يشتم الوليه في اللايف، نفسيتها تعبت مش مستحمله، هتقوم من اللايف. لا مراتي ماشي. انت كائن مستفز. خربت بيت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اعمله ده حرام عليك يابا. انا ما بمشيش كلام حد، ده انا عايزه اكبرك وعايزه اقوم وتقعد انت تتكلم مع الناس. اهدي انت بقى. الرجاله طب اهدي انت بقى، ممكن ما اسمعش صوتك. راجل يابا. ما هو انت طب اهدي بقى. لا في اللايف لا. الناس كده هتعلق عليه. طب اهدي بقى كده. مش عايز اسمع صوتك ممكن. لا راجل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لا مش عايز اسمع صوتك. والله حسبي الله ونعم لا الوكيل خلاص ماشي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. نعمة ربنا. يا ست انا ظالم. مستحملك ومستحمله قرفكم، وفي القفله تشتمني وتهزقني. طيب بس واطلع انا اللي غلطان. بس وتقول لي انت بتمشي كلام راجل غريب. خلاص. راجل من غريب اللي انا بمشي كلامه وانا بمشي كلام حد غير كلامك. طب بس اقعدي قومي. طب بس خلاص انتهينا. وقلت ضمه ميته وبعت للداعمين ومش عايز مراتي تقعد معايا في اللايف وهطلق مراتي بسببك اهوت. تمام. وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني انت تطلقني بسبب واحد ولا صعبان عليا يا جدعان، والله صعبان عليا. عارف انت لما تبقى واحده اصيله وبنت حلال وصاينه وعايزه تعيش وبتنفذ اللي انت بتطلبه، وانت تبقى بلا اي شيء، ما عندكش حاجه خالص حرفيا، ومع ذلك هي راضيه وقاعده. فانا متضايق دلوقتي ان هي بتعيط. تعيطي ليه يا ام؟ تعيطيش. هم ضحكوا على الناس زمان والله لما قال لك ضل راجل ولا ضل حيطه. ده بقى الراجل الوحيد اللي ضل الحيطه اولى من ضله. ده جنازته ولا جوازته حرفيا. ما انت سمعت كلامه وقال لك انت خدت راي الناس، ما خدتش رايي. انت قلت للناس يعني انتوا لو قلتوا ما عدتش طالع لايف ما عدتش هطلع لايف. خلاص هو واحد بس اللي انت بتاخده رايه. هو انا ده ايه؟ ايه ده؟ الله اكبر، صلاه النبي عليك. ده بيتعصب. بس بيقولوا انا ده ايه؟ هو انا ده ايه؟ والله العظيم انا كنت عايزه اقوم يا عم الله يصلح حالك. ما حدش يغلط فيه ولا حد يشتمه. يا عم الله يصلح حالكم. وحياة بنتي وحياة لا اله الا الله انا كنت عايزه اقوم من اللايف عشان خاطر ما حدش يشتمه. يا عم الله يصلح حالكم بس. يا جدعان حد يناولني طوبه والله بجد. هي ما زالت باقيه. انت واخد بالك؟ هي ما زالت بتقول والله انا قمت عشان ما حدش يغلط فيه. بس ياما ده ما يفرقش معاه كل اللي انت بتهري فيه. هو انت عادي اقعدي وتشتمي وتهزقي، بس اسد يجري قدامه كده يا لهوي عادي بقى، عادي خالص. فده مش فارق معاه بتشتمي. هو دلوقتي قلب عليك وزعل واتنرفز عشان انت خلاص ضيعتي منه. ممكن اسد كان يجي بسبب كده مش هيجي. لكن موضوع انك تخافي على شتمته ولا بتاع ده ما في شي يعبر احسن من هيك. الناس كلها شمتانه فينا. انت بتقول لهم انا هطلق مراتي بعد وقفتي جنبك، تقول لهم انا هطلق مراتي. والله ما هتقعدي معايا تاني. انتهى.
شوف هو بيقول لها والله ما هتقعدي معايا تاني، بس انا بقول لك والله هو كذاب على الدغري، كذاب ومش هيعمل كده. اللي يطلع منه كل اللي عدى ده ما تستناش منه انه لما يحلف ولا ياخد قرار انه هينفذه بجد، لا كذاب. اتفضينا خلاص، لا قفلت. يعني انا قلت لك ما تحطيش كلام الواد ده في دماغك، صح؟ واد مين؟ انا ماليش دعوه بيه، انا بتكلم مع الناس كلها. طب اتفضيني. يعني خلاص انت كده مش هتقعدني معاك؟ لا. طيب تمام ماشي. اتفضينا خلاص. خلاص يابا خلاص، انا هلم هدومي واخد بنتي وراح. براحتك خالص، الباب يفوت جنبك. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد توفت إلى رحمة الله الرجولة وما يشبهها من صفات. عزيزي المشاهد والله ما أقدر أكمل، أقسم بالله أنا جاي أصور الفيديو ده وأنا تعبان أصلا ودماغي فيها اللي مكفيها، وده قفلها. فمعلش حط لايك، خليك كبير.